السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا مع بعضنا النهاردة نعملوا عيش الطاسة، بس مش في الطاسة. عايزة نقولكم اني انا خمرتها حرفيا في 3 ثواني، والله يا اخوان خمرتها في 3 ثواني. تعالوا النهاردة حنقولكم على الطريقة والعجينة بتاعتها ازاي، وطريقة تخميرة وطريقة خبزة تكون ازاي. بس لو ما عملتيش لايك اعملي لي لايك وشرفيني ونوريني وقولي لي انت من وين، وكمان يلا اعمل اشتراك وتابعيني عشان احنا كل يوم ننزلوا حاجات جديدة هنا في القناة. اول حاجه هنجيب حبايه دقيق، ده دقيق اسمر اللي هو دقيق التموين، دقيق بلدي احنا نقول عليه يعني. تمام. وجيت حطيت شويه خميره وشويه سكر وشويه ملح وعجنتها بالطريقه دي وسبتها عشان يخمر. الدنيا اشتو ما عنديش وقت وعايزين نتغدوا. طيب جبت الميكروويف وشفت طريقه على النت، الله يجزيها خير يا رب ان شاء الله. هتعملي حتحطيه في الميكروويف وتشغليه على 30 ثانيه وتطفي عليه وتسيبيه جوه الميكروويف دقيقتين 3 بالظبط. يعني تطفي عليه وتسيبيه جوه الميكروويف، هو الميكروويف مطفي. تمام. بعد ما شغلتيه 30 ثانيه وسبتيه دقيقتين 3 هتفتح هتلاقيه بدأ في الخمور كده، وتروح تدي 30 ثانيه تانيات وتطفي عليه تاني، هتلاقيه ما شاء الله اللهم بارك. يعني بصوا، في خلال 5 دقائق خلاص الخميرة خمرت، يعني 30 ثانية و30 ثانية. بصوا ما شاء الله تبارك الله، شايفين يعني دولة 5 دقائق تقريبا 10 دقائق من العجنة بالكتير، لأن أنا سبتها جوا الميكروويف كنت نغسل مواعين يعني. ادي خمر. طيب ادي دي الصينيه دي اللي رشيت عليها رده عشان هبدا نقطع كور عليها. طب لو انت ما عندكيش ميكروويف هتعملي يا ست الكل؟ لو ما عندكيش ميكروويف هتجيبي بوله اوسع من دي او اي معونه او اي حله او اي حاجه، وهتحطي فيها شويه ميه سخنه وتحطي فيها العجينه وتغطيها. تحطي فيها المعونه اللي فيها العجينه يعني برضو وتغطيها، هتلاقيها برضو ما شاء الله تبارك الله مش هتكمل 10 دقائق ربع ساعه وهتروح تخمر معاكي. جيت هنا قطعتها كلها كور 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 كور. وجيت جيت بدأت بأول كورة قطعتها، يعني بعد ما خلصت كلها تقطيع زي كده على صينية أو على أي حاجة مرشوشة ردة. تمام. جيت بدأت بأول وحدة قطعتها بحيث إن هي هتكون خدت وقتها إن هي ترتاح. طيب هنا الجيش قال لك الصرفي، انا ما عنديش حاجه نفرد عليها الرغيف يعني. فرحت جبت لك صينيه كيكه وعملتها على قفاها كده، وجبت شويه رده وجبت البتاع اللي ننشف بيها نفرد بيها برضو، دي فراكه اساسا، دي مش نشابه، دي فراكه برضو. خدت الايد بتاعتها وبقيت نمسك رغيف رغيف زي كده عاد ونفرده. تمام. سمك حلو يعني، ما يكونش رهيف قوي ولا يكون سميك قوي، يعني فرديه يعني بسمك حلو. قعدت نفردهم كلهن واحده واحده، وجبت قماشه فردتها على الرخامه. وبقيت نسند عليها الرغيف اللي نفرده، كل الرغيف اللي نفرده ونروح نسند عليها. تمام. وهكذا لغايه ما خلصت. بعد ما خلصت نفرد كلنا، بص انا نفرد بالرده يعني عشان برضو قيمتها الغذائيه تبقى اعلى شويه، لان الرده انتوا عارفينها يعني مفيده. والعيش ده صحي على فكرة لأنه فيه ردة كتير. يعني يلا خدوا معلومات ببلاش اهو. تمام. يلا اللي ما اشتركش يشترك، اللي ما اشتركش يشترك وينورني ويشرفني، والله يعني هتحبوا القناة. المهم خلينا في موضوعنا. جيت بعد ما جبت هنا كانت طرحة كبيرة حطيتها، وجيت فردتهن عليها. رحت جبت طرحة تاني بقى وغطيتهن، ان انت هتسيبيه برضو يرتاح شوية. يعني قولي ربعاية مثلا، يعني قولي ربع ساعة كده. تمام. جيت حطيت جبت طرحة تاني أتقل كده شوية، وجيت غطيته. قلت له يلا عيش مع نفسك عاد لغاية ما ارتاح شوية وأبدأ كده أظبط معي. جيت عاد جبت الصينية على أساس إن هنعملها في الطازة، ما نفعش والله، ما نفع خالص. يعني مش عارفة العيب فيا ولا في الآخرين والله. المهم رحت للمنقذ بتاعي، صاحبتي شيخة العرب عاد اللي مش هتخزلني واصل والله العظيم، إلا يوم الكنافة حرقتها لي بس يعني. لكن والله يعني الحمد لله مش هتخزلني يعني في أي حاجة. جيت عاد خدت بعضي ورحت لها. عاد العيش الطاسة ما نفعش، خيته في الطاسة، فمعليش انقذينا. الله يديك الصحة. والله ما كدبتش خبر، الله بارك فيها. يعني فرني دي غالي علي، أنا مسميها العروسة، انتوا واخدين بالكم فاكرين الفيديو يعني. يعني عروسة، وهي عروسة بصراحة ما شاء الله. بصوا بقيت نرمي فيها الرغيف عاد اللهم بارك ما شاء الله يقب على طول. شايفين يتنفخ عاد يبقى جميل. بس المهم بعد ما بوظت لي رغيفين 3 في الطاسة جيت كملت الحمد لله اللهم لك الحمد، يعني جيت كملت الكمية هنا في الفرن. اشتغلت زبطت معي يعني خالص. كملت لي باقي العيش بسلام. المهم جيت عاد وريت الراجل قال لي حسك عينك تعمليه تاني. ليه طيب؟ قال لي لا انا اصلا هنعمل العيش المرحرح اللي هو على بتاعة الراح ده، على مطرحة الراح اللي هو العيش الفلاحي.
فقال لي تعملي لنا العيش اللي احنا متعودين عليه، تمام مرتك وما تكررهاش ثاني، اعملي لنا العيش الحلو اللي هتعملي لنا فعلا نعمل خطير يعني. هنسيب لكم اللينك بتاع الفيديو بتاعه كمان في الوصف عشان ايه هتتفرجوا عليه. اللي ما عملش لايك يعمل لايك، واللي ما اشتركش في القناه يلحق يشترك يلا وينورني. والسلام عليكم.